فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان، ما دمت فينا لن يتوه سبيلنا، فالحرف نحو في يد الرباني. أيها الإخوة المباركون، إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له مؤيدا وناصرا ومعينا يدله على الخير وينصحه. وقد من الله علينا بشيخ عظيم وأستاذ كبير لطالما نصحنا وقوم اعوجاجنا، كان ناصحا في الله ونعم الناصح، وكان مؤيدا في الحق ونعم المؤيد. ما زال يقف على حراسة هذا الدين ويدافع عن شريعة ربه. إنه صاحب الفضيلة الدكتور إبراهيم طه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله في ميزان حسناته وأن يزيده علما وعملا. ونستأذن فضيلته أن يشنف آذاننا ببعض الكلمات الطيبات، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حتى لا أطيل عليكم في هذا الزحام، فإنني أتوقف قليلا مع فضل كتاب الله تعالى، ومع الحث على اهتمام أبنائنا لحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الذي يتقرب إلى الله بكتاب الله بحفظه أو بقراءته أو بتلاوته أو بتدبر معانيه، فإنه يصير من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وحري بالمؤمنين أن يكونوا جميعا حريصين على أن يكونوا من أهل الله وخاصته، ولما لا، وهو الكتاب الذي أنزله ربنا عز وجل هداية للعالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهديك للتي هي أصوب، يهديك لسبيل الرشاد، يبين لك الحق من الباطل. هو الفرقان الذي أرشدك به ربنا عز وجل للتفريق بين الباطل والحق، وبين الضلال وبين الهداية. هو الذي يضيء لك طريقك، فينبغي عليك أن تهتم به، وأن تسوق أبناءك سوقا لحفظه والعمل به.
لأنهم لا رفعة لهم في هذه الحياة الدنيا بدون كتاب الله، وإذا ارتفعوا فإنها رفعة زائفة ليست رفعة حقيقية، إنما الرفعة الحقيقية هي مع كتاب الله. حينما يكون الابن حافظا لكتاب الله يعمل به، يكون حافظا لكتاب الله عاملا به، وإلا إذا كان حافظا غير عامل بكتاب الله فإن هذا القرآن يضعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فينبغي على جموع الأمة أن يتمسكوا بهذا الكتاب العظيم، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال كثير من أهل العلم: حبل الله هو القرآن العظيم، القرآن العظيم. وإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في محكم آياته ذكر عن قومه وهم أهل قريش وهم أصحاب اللسان المبين أنهم هجروا كتاب الله، واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فقال: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولو اطلع حبيبنا صلى الله عليه وسلم على واقع الأمة الآن فوجدهم منشغلين بالفيديو كليب وبالأغاني والمسلسلات والأفلام والأشياء الهابطة لعلم أن أمته قد ابتعدت كثيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنه لا خلاص لنا في واقعنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله والاهتمام به. وإني آخذ على أيديكم أن توجهوا أبناءكم إلى مكتب تحفيظ القرآن، وأن تهتموا بهم وأن تنفقوا عليهم، فوالله لا خلاص لنا إلا بكتاب الله القرآن العظيم القرآن الكريم. أريد من إخواني في الله أن يعطوا للقرآن اهتماما مثل ما يعطوا للمواد التي يدرسونها أبناءهم، اللغة الإنجليزية أو الجغرافيا أو التاريخ أو الفرنساوي أو الرياضة، أي مادة من هذه المواد الدنيوية التي لا ترفعه ولا تعزه، إنما الذي يعزه كتاب ربه. فينبغي علينا أن نهتم بكتاب الله أعظم مما نهتم بهذه المواد، ولا نستكثر شيئا في النفقة على كتاب الله لتحفيظ أبنائنا أيا كانت تلك النفقة. إن هذه البذرة الوليدة في قرية بشمس التي هي تحفيظ كتاب الله في دار التحفيظ ينبغي علينا أن نرعاها بكل قوة وأن نقف وراءها وألا نتركها تضمر وتضعف، إنما ينبغي أن تترعرع وأن تعظم حتى يصير لهذه القرية مكانة فيما بين القرى الأخرى والمدن والمحافظات بإخراج العلماء من هذه القرية. إني لأرجو الله وإني لواثق من ربي أن هذه القرية مع الأيام سيخرج منها مجموعة من العلماء يضيئون الأرض بالعلم. إني لأطمح أن يخرج منها رجال أعمال يمتلكون الثروات الطائلة، ولكني أطمح أن يخرج منها حفظة لكتاب الله يضيئون الأرض ويملؤون الأرض نورا وعلما ويكونون أئمة للهدى يهدون بالحق ويصلحون بين الناس ويصيرون شموعا تضيء الكون. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لخدمة كتاب الله، وأن يجعل في هذا الكتاب عصمة لنا وحفظا لنا ورعاية لنا. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني ومنكم، ولا يفوتني أن أقدم الشكر للأخ الذي يقوم على تحفيظ كتاب الله الشيخ سيد علي. أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك له، وأسأل الله أن يكافئه على هذا المجهود الذي يبذله مع أبنائنا. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر للإخوة القائمين على تنظيم هذا الحفل. أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر معنا ليبارك هذا الحفل، فقد سعدنا بحضوركم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.